السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ندى تيفي. اليوم جبت لكم واحد الخبيزات اللي كيجيو كيحمروا الوجه. هاد الخبيزات كيجيو بطريقه زوينه، كنقدموهم مع جميع الاطباق اللي كيكونوا ديال العيد الاضحى. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. كيرافق جميع الاطباق ديالنا، كيجي زوين، كيبقى رطب، كيجي مفشفش. والسر عندي هنايا بهذا الخبز هذا اللي كيبقى مده طويله، ما كيتفرتت ما حتى حاجه. هاد السر غتكون بالنسبه للمكونات اللي عندي في العجينه. تابعوا معايا ان شاء الله الطريقه طريقه الاستعمال وطريقه العجن وطريقه الخبز. تابعوا معايا باش يجيكم هذا الخبز زوين ورائع. كيجي شي حاجه زوينه بزاف. بالنسبه للمكونات عندي هنايا تقريبا شي واحد 500 غرام ديال الطحين ديال الفورس يكون ممتاز. عندي 100 غرام ديال الفينو او الدقيق الحرش. ما كنكثروش بزاف. عندي هنايا واحد 3 المعالق كبار ديال الحليب يكون دافي شويه. عندي واحد تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزبده كنديرو حتى الاخير. واحد 2 معالق ديال السنيده بيضه اللي الدهن هذه كنخليوها حتى للدهن. عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحبيبات ديال العجن ديال الخبز، والملح بطبيعه الحال. عندي الزجلان باش نزينو به. وعندي هنايا نص كاس تاع الزيت، اما نباتيه اما زيت الزيتون، نتوما على حسب اللي بغيتو. صافي كناخذوا الطحين، كنجمعوا هاد المكونات، كنديروا الطحين، كنديروا الفورس والحرش، كنكبوا هذيك الزيت اما نباتيه اما زيت العود كما قلت لكم، والخميره بطبيعه الحال. كنضيفوا جميع المكونات هنايا وكنخلطوا. هنايا ضفت سنيده اللي 2 معالق، وربعه 3 المعالق ديال الحليب اللي كيكونوا دافين، او 4 ماشي مشكل. بالنسبه لهاد العجينه كنخلطوا، كنجمعوا هاد الخليط كله بيدينا، اما بيدينا اما بالعجانه ماشي مشكل. كنخلطوهم هاد المكونات، بنسبسوهم دائما مزيان. عاده كنبداو نزيدوا في الماء على حسب الدقيق اللي عندكم نتوما. ما كتخليوش هكا مطلق بزاف، ما كنخليوش قاصح. المهم هانتوما غتشوفوا العجينه كيفاش غتكون الملمس ديالها. صافي كنخلطوها وكنخليوها كتعجن. اما الا كنا غنعجنوها بيدينا راه غير كنجمعوا العجينه، ما كندلكوها ما حتى حاجه. بالنسبه لليد عا كنجمعوا المكونات وكنحطوها، كنغطيوها بشي بول او كنزمطوا عليها بشي بلاستيكه مزيانه اللي غذائيه، وكنخليوها حتى كترتاح. اما بالنسبه العجانه بطبيعه الحال راه كنعطيوها واحد الوقت ديال التليك ديالها. صافي واحد تقريبا واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق ديال العجن. وكان في الاخير حتى كنبغيو نساليو العجن، عاده كنضيفوا ديك الزبده اللي ما كتكونش دايبه، كنخليوها هكا صاينه. صافي وكنجمعوا العجينه كما قلت لكم، وكنضيفوا واحد شويه ديال الزيت باش ما تلصقش معنا ديك العجينه، وكنخليوها كترتاح تقريبا. المهم ملي كترتاح راه كتبان لينا العجينه انها تنفخات وخدات الوقت ديالها ديال الخمير. صافي كنخليوها كترتاح واحد المده ديال تقريبا كما قلت لكم على حساب الجو اللي عندكم. دابا الجو بدا كيسخن شويه. المهم كنخليوها كترتاح مزيان. صافي وكناخذوا سطح العمل، كنرشوه ضروري بشويه ديال الفورص وشويه ديال الحرش. ما كنديروش حرش بوحدو، ما كنديروش فورص بوحدو. المهم هاد الطريقه باش كنصايب انا الخبز كيجي ما كيتلصقش، كيجي الشكل ديالو كيجي رطب من الفوق، وحتى من الملمس ديالو او الرطوبيه ديالو كتجي شي حاجه زوينه. صافي كنخليو هكا، كنبقاو نكورو كامل، كنجمعوه كورات صغار على حسب نتوما بغيتو ديروا خبيزات صغار بغيتو ديروا خبيزات كبار، كيبقى لكم الاختيار.
حاجه. كنهزوهم نيشان في اللاطه، ما كنخليهمش نديرهم في الزيف، عاده كنديرهم في اللاطه. كنديرهم في اللاطه نيشان فوق واحد لاطه كتكون اما مدهونه بالزيت، اما كنديروا من تحت من هذاك الكاغيط ديال الزبده اللي كينفعنا بزاف بالنسبه لهاد الخبز هذا ولا اي حاجه. كنديروها في الفران ما كيتلصقش لنا مع اللاطه. صافي كنقرصوهم غير شويه ماشي بزاف هنايا. صافي كنقرصوهم بيدينا بطبيعه الحال. كنرشوا واحد القطيره ديال الزيت وكنرشوا هذاك الدقيق اللي كورنا به، راه ما كنقرصوش به الخبز، ما كنعاودوش نقرصوه به باش كيجينا الفوق ديالو حرش ولا المهم مغطي عليه بزاف ديال الدقيق. صافي كنهزوه من ديك الكرات هكا كما كتشوفوا، كنهزوه من ديك الكرات اللي كورنا. صافي كنبقاو نقرصوا بشويه بيدينا. بغيتهم كما قلت لكم رقاقين شويه، راه كتقرصوهم شويه ماشي بزاف. بغيتهم يجيو غلاضين ويجيو منفوخين، راه صافي كتخليهم هكاك. وكناخذوا واحد البيضه اللي كنحيدوه من الصفر ديالها من الابيض، وكنزيدوا عليه واحد المعلقه كبيره ديال الحليب. بطبيعه الحال هذاك الحليب راه كيحيد لنا الزفوره، كيعطينا واحد التحميره زوينه لهاد الوجه ديال الخبز. صافي كندهنوه بطبيعه الحال عادي. هنايا ما دهنتو تبدا كيخمر شويه ماشي بزاف. صافي كندهنو كامل. هانتوما غتتابعوا معايا كيفاش نصايب هاد الخبز هذا. صافي ملي كندهنو كنعقمو هاد سميتو باش اللي كنقطعو بها، اما هادي اما كان عندكم مصماضي. المهم انا كنطراسي بها دائما الخبز هذه مخليها الخبز هنايا. كنطراسي بها الخبز بطبيعه الحال. كتراسيو بها بحال هاد الشكل هكا، وما كتخليوش يخمر مده طويله. كتخليوه بما سخنتو الفران يلا كتجي فيه ديك كيبدا يخمر. ما كيتخليوش يخمر حتى كيتنفخ كما قلت لكم بحال شكل الكراس ولا شكل الخبز العادي. صافي كنخليوه بحال هكايا. ملي كنسخنوا الفران كنسخنوه بطبيعه الحال الفوق والتحت، كيكون على درجه ديال 240 250 على حسب الفران اللي عندكم. اما الا كان ديال الغاز راه بطبيعه الحال كتسخنوه مزيان، كتشعلوه غير من التحت حتى كيتحمر مزيان وكتطلعوه الفوق. بالنسبه ديال الذره كديروا الفلفله كديروا الفوق والتحت، وكديروه في القاع ديال الفران باش يتحمر. ما كيتحمرش الوجه ديالو دغيا، وكياخذ هكا كياخذ الوقت في الطياب، وكيجي شي حاجه يا سلام. كتجي شي حاجه زوينه بالنسبه لهذا الخبز هذا. ان شاء الله هانتوما غتشوفوا كيفاش ملي غنطيبوه كيفاش غيخرج بالنسبه للوجه ديالو التحميره ديالو. كيجي شي حاجه زوينه. كنقدموه كما قلت لكم بالنسبه للمشاوي، كنقدموه بالنسبه خصوصا الاطباق اللي عندنا في العيد. بالنسبه لهاد سميتو هاد الخبز هذا كنرافقوه وكنديروه المناسبات علاش لا ان شاء الله. ونقدموا لكم بالصحه والعافيه. ها هو ملي كيخرج على هذا الشكل هذا شي حاجه زوينه كتجي ديال تحميره الوجه ديال الاعراضات. كنقدموه مع الدجاج بطبيعه الحال اللي كيبغي يدير الدجاج حتى هو. وصافي هاد الطبق هذا نتمنى انكم تجربوه. هذا الخبز هذا راه كيجي شي حاجه زوينه. بالنسبه لهذاك الاسرار اللي كان باش يبقى الخبز ما كيتفرتت لنا ما والو، هي داك الزيت والزبده اللي ضفنا في الخبز. ونتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، راه زوين حقا كيستحق التجربه. كيجي شي حاجه زوينه. وملي كنخرجوه من الفران هنا واحد السر اخر كنغطيو عليه باش كيترجع فيه داك الصهد ديالو، وكيجي رطب 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 بزاف. هو كيجي واحد الشكل راه ما نقولش لكم. وما تنساونيش من البارطاج ديال هذا الفيديو، كيستحق التجربه في حقه في هذه الايام ديال العيد هذا. محتاجين اننا نديروا هاد الخبيزات اللي كيجيو زوينين وكيبقاو معنا كما قلت لكم. نديروهم ليله العيد ولا حتى لصباح العيد كيجيو شي حاجه طوب 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 البنات. نتمنى انكم ما تنساونيش من اللايك ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله.